الإله الواحد الأمين الرحم. أقول اليوم يا آباء إخواتي من أجل آبائنا المكرمين القس عزرا والقس أنيان. الذين نالوا بركة الكهنوت المقدسة والموهبة الصالحة التي يعطيها الرب لمن يشاء، ويفيض روح قدسه على من يعمل صلاحه. فقد اختارهم الرب على لسان بولس الرسول لسان العطر ومعلم المسكون، إذ قال في رسالة روميا: ليس لمن يشاء ولا من يسعى ولمن لا يسعى، بل الذي يرحم قدره. وحقق الله يعقوب. وحقق ذلك يعقوب الرسول قائلا: إن كل موهبة صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وذلك كما قال الإنجيل المقدس مبرهنا ومعلما أنه لا يقدر إنسان أن يأكل شيئا ما لم يكن قد أعطي من السماء، فنقدسه تقديسا يليق بجلاله، ونشكره شكرا على ما وهب لنا من جزيل بركاته. على ما وهب لنا من جزيل بركاته، ونسأله أن يعطينا فهما لكي نفتح أفواهنا اليوم وننطق ونتهلل ونفرح بكرامة آبائنا الطاهرين القساوسة، مما نالوا من المنزلة الرفيعة الكهنوتية التي هي درجة القسيسية، كما قال يوحنا الإنجيل البتول في سفر الرؤيا: إنني رأيت كرسيا عظيما في وسط السماء و24 كرسيا حول العرش، وجالسا عليهم 24 قسيسا، وعلى رؤوسهم أكاليل، وبأيديهم مجامر من ذهب مملوءة بخورا مختارا، وهم يصرخون الليل والنهار قائلين: قدوس 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 رب السباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. وقال: رأيت حملا في وسط الكراسي وبيده كتاب مختوم، وإذا فتح الأختام يضع الخصوص تاجاتين، ويخرون بوجوههم ويسجدون للحمل ويسألونه في خلاص العالم. وأيضا داود النبي يقول في المزمور عن حمل الله الكلمة: أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملك صادق. قد استحققتم كرامة عظيمة يا أبائنا المكرمين، القس عزرا والقس إنيانوس والقس بشوي والقس إيساك، كهنة الله العلي، من أجل طهارتكم وسيرتكم الحسنة أمام الله، تطلبون دائما عن قطيعه أمام هيكله المقدس. طوباكم أيها الكهنة الطاهرين، قد شرفتم جدا بهذه الدرجة الحسنة من السيد المسيح له المجد مثل رسله الأطهار. بالحقيقة عظيمة هذه هي الموهبة التي أنعم بها عليكم السيد المسيح من قبل وضع اليد الكهنوتية ونفخ الروح القدس. ولما وضعت عليكم اليد صرخ السمائيون والأرضيون قائلين:
وحل عليكم الروح القدس البراكليت واستحققتم أن تحملوا بين يديكم الأسرار المقدسة الرهيبة التي لعمانوئيل إلهنا. طوباكم أيها القصوص المكرمون، لأنكم نلتم هذه النعمة الجليلة التي هي درجة القسيسية المرسوم بها وكلاء لله العلي. ونحن نسأل الله العظيم أن يجعلكم مستحقين ومستوجبين لميراث الفردوس النعيم، ليسمعكم الصوت الفرح الحنون القائل من الفم الإلهي: ادخلوا إلى فرح سيدكم. وأيضا نسأل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يحفظ كهنوتكم بالبر والعدل والطهارة. أمين. آمين. 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 وأن يحفظ لنا حياة وقيام أبينا الصباوي المكرم البابا المعظم البطريرك الأنبا تودروس الثاني. آمين. أمين. آمين. آمين. وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا متاوس. أمين. آمين. 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 الرب يديم لنا حياتهما سنين عديدة وأزمنة سالمة، ويوصلنا إلى الملكوت السماوي بشفاعة السيدة العذراء البتول الزكية أم النور القديسة الطاهرة مريم، والشهيد ماري مرقس الرسول كروز الديار المصرية، والقوي الأنبا موسى، وسائر الأنبا يحيى كاما، وسائر الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والمجاهدين بقولنا جميعا. امين. الليلويا تسبت ليك ايوب عيوم مراتك لطريق سوسيون تقولون الرام من وجه والنور المسير بشويسكم بالبريق والمسلمين يا ظلم آمين. شكر يا أبانا الذي في السماوات.